عايز تكون لاعب كرة قدم تتميز بسرعة ومهارة وقوة تسديد؟ طب تفتكر ايه المشاكل اللي ناقصاك عشان تكون لاعب متكامل زي اللعيبة اللي بتشوفهم؟ النهاردة جبت لكم مجموعة من التمرينات اللي انا بتمرنها عشان اتحسن في كرة القدم، ويقدر كل واحد فيكم انه يعمل الحاجات دي وينفذها عشان يقدر يطور في كرة القدم. والحاجات دي هتطوره جامد جدا جدا وتخليه لاعب مهاري وعنده تحكم في الكورة، ويقدر ان هو يسدد كويس ويكون عنده دقة وقوة. ندخل على الانترو وبعد كده نبدأ على طول. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هيكون معانا مجموعه تمارين رائعه جدا هتحسن عندك اول حاجه لمسه الكوره، حاجه التسديد، ثالث حاجه عمل المراوغه والمهارات. تمارين رائعه جدا وحلوه جدا وتحس عندك الفوت وورك برده ولمسات القدم السريعه في الارض. هيكون معانا مجموعه التمارين دي اللي انا بتمرنها عشان احسن من مستواي. الحاجات دي انا هنزلها عشان الكل يقدر يستفيد منها والكل يقدر ان هو يتطور من مستواه في كره القدم. بس قبل ما نبدا في اي حاجه يا جماعه، لايك الجميل وسبسكرايب للقناه لو انت جديد. يلا بينا نبدا في اول تمرين، وتابعوا التمارين من الاول للاخر عشان تستفادوا منها كويس جدا 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 جدا. يلا بينا نبدا ويلا بينا. في الاول بجري عشان اسخن نفسي، وبعد كده بعمل مجموعه من الاطارات قبل التمرين عشان خاطر اتلاشى الاصابات. ببدأ في الأول حاجة اللي هو تمرين قوة وسرعة القدم، اللي هو بيكون عندي سرعة في القدم في الاتجاهات بعملها على سلم. لو انت ما عندكش السلم ده تقدر تعملها على مجموعة من الإيماع، اللي هو بقدر أنفذ مجموعة من الحركات. بعد كده ببتدي اللي هو اعمل زجزاج، وبحاول ان انا اعمل التمرين ده على الاقل 3 مرات. في كل مره بحاول ان انا اعدي وبعد كده بسدد، وبعد كده زي ما انتم شايفين كده زي ما انتم شايفين كده الكوره بروح اجيبها تاني وبرجع، وبعد كده ببتدي من التمرين من الاول، وبعد كده بسدد تاني. ندخل بقى على التمرين اللي بعده، ده تمرين الفوت وورك والحركه، اللي هو بقدر اتحرك واتنقل من الكوره بالقدم للقدم زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بعمل اللي هو السيزر، اللي هو بلف رجلي وبعد كده باخدها من زاويه لزاويه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. مجموعه من التمارين رائعه جدا وحلوه جدا وسهله وتيسر عليك حاجات كتير جدا في كره القدم. بعمل التمرين زي ما انتم شايفين، كل تمرين بيبقى في حدود مثلا دقيقه 40 ثانيه على حسب. بعد كده بغيرت التمرين التاني زي ما انتم شايفين كده من فوت وورك، التحرك من القمع للقمع التاني بالسحبه من اليمين للشمال زي ما انتم شايفين كده. تمرين كويس جدا. بعد كده بعمل البودي فينت، اتعود على البودي فينت زي ما انتم شايفين كده. ده تمرين كويس جدا ان يعود على البودي فينت مع السحبه، يخليك تبقى متميز في عمل الحاجات دي وتعملها تلقائيا. كل ما تعمل الحاجات دي خلاص هي اصلا في دماغك بتتحفظ وبتقدر ان انت تعمل الحاجات دي تلقائيا. بعد كده بتعود على سحب الكرة ببطن رجلي زي ما انتم شايفين، وبعملها بالقدمين، مرة باليمين ومرة بالشمال عشان اتعود على السيطرة على الكرة زي ما انتم شايفين. بعد كده هنا بنطط شوية كده، اللي هو بعمل كنترول على الكرة، اتحكم فيها شوية تنطيط كده، اللي هو يعتبر بهدي اللعب. بعد كده هدخل على التقيل، بعد كده التقيل جاي اللي هو التسديد مع الجري بالكرة والتحكم زي ما انتم شايفين كده. بنطط. ندخل بقى دلوقتي على التحكم بالكرة مع الجري والقطع وتغيير الاتجاهات بالزوايا. في الاول كده بجري عادي وبلف القمع، مره مثلا بالبوش رجلي الخارجي ومره بالداخلي. بحاول ان انا اكون مسيطر على الكرة مع اللفه، وبعمل شويه مهارات كده بالبطيء زي ما انتم شايفين، وبسرعها سنه تدريجيه تبقى اسرع واحده واحده زي ما انتم شايفين كده، تبقى اسرع واكتر، تعمل احسن واحسن واحسن. بعد كده بعمل مهاره وبسدد وانا ظهري للجون. دي بتبقى اصعب في التسديد الصراحه. عملتهم كلهم كويس، مفيش ولا واحده فلتت زي ما انتم شايفين كده. التمرين كله كان مظبوط، الكوره كانت معايا الصراحه. الكوتش ده مساعدني كويس جدا، مفيش واحده غير بس هي واحده اللي جت في العرض. بعد كده بعمل حاجات للرشاقه زي ما انتم شايفين كده، بروح من القمع الاولاني للقمع الثاني للقمع الاخير وبجري. كل ده مع توطيط رجلي، توطيط جسمي للقمع عشان يتعود على الركض ويتعود على المرونه بتاعت الجسم. بعد كده بريح في حدود مثلا 10 20 30 ثانيه عشان ادخل على التمرين برضو هو وابتدي برضو اجري بالراحه. بعد كده بسرع تدريجيا زي ما انتم شايفين، وبعد كده بوصل للقمع الاخير وبرجع تاني لنفس المكان اللي انا كنت فيه في الاول. هريح برضو شويه. بعد كده هعمله الف حوالين القمع بالكوره
وبعد كده بغير مجموعة التمارين، لازم يكون في تغير برضو اللي هو تعمله بالكرة مرة وتقوم برضو رايح هناك وتجري وترجع تاني وتلمس وتجري. كل بقى التمارين دي يا جماعة بتزود عندنا الحتة بتاعت اللياقة البدنية، بتزود عندنا قوة التسديد، بتزود عندنا التحكم، بتزود عندنا حاجات كتير قوي. كل ده في تمرين واحد، يعني تمرين واحد ده يخليك الصراحة مستواك يعلى كويس جدا مع الاستمرارية. يعني لو عملت التمرين ده كتير هتعلى كويس جدا. هنا ده تمرين الشوط، قعدت اشوط في حدود مثلا 10 مرات. فالصراحة برضو انا كنت عشان كان الاصابة بس مأثرة عليا. انا كنت مصاب لمدة سنة اصابة يا جماعة. 12 شهر اثرت عليا كتير جدا. فبحاول ان انا ارجع لمستوياتي. ده التسديد، فزي ما انتم شايفين كده التسديد كان مش بنسبة 70%. وكده خلص حلقتنا النهارده. يا رب ان هي تكون نالت اعجابكم، واتمنى ان كل واحد يكون شاف النهارده الحلقه دي يحاول ان هو ينفذ التمارين اللي احنا قلنا عليها دي، ولو على الاقل يوم في الاسبوع او يومين، وهي هتطور مستواك كويس جدا جدا. زي التمارين اللي انت هتتمرنها هتخلي مستواك عالي جدا، سواء في الكنترول، سواء في التسديد، سواء في الحركه، سواء في المرونه. حاجات كتير جدا جدا مستواك هيعلى كويس جدا وهتشوف فرق بنفسك. اعمل لايك للفيديو، لو انت جديد عندي سبسكرايب للقناه، واشوفكم فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم.